أقدملكم كيفية عدم إيقاف الداونلود مانجر لديكم. كما نلاحظ إذا صار عندنا مشكلة سوف تظهر هذه لدينا الظاهرة، وهي في عملية إيقاف الداونلود بإظهار هذه القائمة. كيف أقوم بتحديث هذا البرنامج؟ أخرج من القائمة، أذهب إلى الشبكة وأضغط على Open Network. راح تظهر أمام القائمة الرئيسية للإنترنت. أختار الاختيار الثالث لإيقاف اسم الشبكة لديك. سوف أقوم بكليك الأيمن واختيار الاختيار الأول لإيقاف الإنترنت نهائيا عن الحاسبة. تم إيقاف الإنترنت نهائيا. أرجع إلى البرنامج الداونلود مانجر وأفتح القائمة مرة أخرى. الآن أستطيع إدخال المعلومات التالية: يبقى لدي الرقم التسلسل الزمني. من الصعب أن تستطيع الحصول على الأكواد لكن أنا استطعت الحصول عليها. كيف؟ بهذه الطريقة: بإدخال هذه الأكواد، إحداهما سوف أدخل الكود الأول، عند إدخال الأكواد أو الرقم التسلسلي سوف أقوم بضغط حسنا. سوف تظهر هذه بأن لك الرقم المطلوب صالح إلى آخره. أقوم بضغط أوكي. أذهب إلى البرنامج مرة أخرى. سوف تلاحظ ينفتح انفتاح مباشر لهذا البرنامج. إدخال المعلومات التالية وإغلاقها مرة أخرى. الخروج وكذلك الرجوع. إلى كلمة Open Network لإعادة الإنترنت مرة أخرى. ظهرت لدي بالضغط عليها مرة أخرى لإعادة الإنترنت إلى الحاسبة. سوف يقوم الحاسب بتحميل البرامج التي تريد أن تتمنى لها. مع الشكر.